الحموضة والغثيان المستمرة أثناء الحمل، إزاي نخففها؟ لو أنت حامل فأكيد الحموضة والغثيان كانوا جزء من يومك في مرحلة معينة. للأسف دي واحدة من أكتر المشاكل اللي بتواجه الحوامل، خصوصا في أول الحمل، وأحيانا بتمتد لغاية الشهور الأخيرة. لكن السؤال اللي بيتكرر كتير، هل في طريقة نخفف بيها الأعراض دي؟ أول حاجة، ليه بيحصل الغثيان والحموضة؟ في بداية الحمل ارتفاع هرمونات الحمل بيكون السبب الرئيسي في الشعور بالغثيان خصوصا في الصباح. اما الحموضه فبتحصل بسبب ارتخاء جدار المعده، وده بيؤدي الى ارتجاع الاكل للمريء وبيسبب الاحساس بحرقان المعده. طب إيه الحل؟ تجنب الدهون والاكل السمين والحراق والزيوت والمقليات لانها بتزود الحموضه جدا. كلي وجبات صغيره متفرقه على مدار اليوم بدل ما تعتمدي على وجبات كبيره. اشربي مشروبات طبيعيه زي الجنزبيل او اللبن البارد لانهم بيساعدوا في تهدئه المعده. لو الغثيان شديد ومأثر على الاكل، الطبيب ممكن يوصف لك ادويه امنه. الخلاصه، الحموض والغثيان مشاكل طبيعيه في الحمل، لكن بنخففها ببعض العادات الغذائيه البسيطه، ولو الاعراض كانت شديده جدا لازم استشاره الطبيب.